نزلوش وأمنتوا كل مصر، ومصر يعني الحقيقة كانت في عيد عندما كان يدلي المصريون بأصواتهم لاختيار رئيسهم القادم والذي سيتم تسميته بشكل رسمي خلال أيام بسيطة. ولكننا كلنا يعني بعد صدور المؤشرات الأولية علمنا من هو المشير عبد الفتاح السيسي. هنتكلم عن هذا الملف اللي هو الملف الأمني اللي هو من أهم الملفات، وأعتقد أنه هيكون الملف الأول أمام الرئيس السيسي بعد تقليده الأمور بشكل رسمي. هيكون ضيفي في هذه الفقرة السيد اللواء محسن حفظي، محافظ الدقهلية الأسبق والمحلل الأمني والاستراتيجي. دعوني ارحب به. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا محمد بيه. اهلا بيك. مبروك لمصر هذا العرس الديمقراطي، وانت يعني بخبرتك الامنيه الكبيره يا فندم. انت هنا في حلقات سابقه اتكلمت معايا وفي مداخلات كتيره عن الملف الامني. النهارده الامن يعني من ضمن الحاجات الاساسيه اللي المصريين خرجوا، يعني عدد قطاع كبير منهم انتخب المشير السيسي لانه واثق فيه ومتاكد انه هيحقق الاستقرار الامني اللي هو في الاساس استقرار لكل الملفات سواء الاقتصاديه او الاجتماعيه او غيرها من الملفات الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني اختيار الشعب للمشير السيسي كرئيس دولة ده حاجة بتسعدنا جميعا وبتثلج صدورنا فعلا، لأنه هذا الرجل رجل مصري صميم. صحيح كل اللي بيتقال عنه حكاية ان هو دمعته سريعة والكلام ده اللي بيتقال في التلفزيون ده كلام مش لا، هو راجل قوي جدا. انما في ناس بتحب تطبل. الحقيقة القصة مش تطبيل. يمكن يا محمد بيه انا كنت قاعد مع زميل لينا في النادي فبيحكي عن واقعة صغيرة قوي، انه كان مدير اداره هندسيه بيشتروا بامب اللي هم المضخات بتاعه الخلاطات الاسمنت دي من احد الشركات العملاقه عندنا في مصر، يعني لا ذكر اسمها. فالمشير السيسي كان وزير دفاع ايامها، عمل مداخله معاه علشان الاسعار اللي طرحتها الشركه عاوز يقلل منها كذا مليون يعني. وقال له افتح السبيكر، وفتح السبيكر واتكلم مع صاحب الشركه قال له احنا بنبني 100,000 وحده سكنيه لشباب مصر وانتوا كسبتوا كتير، فيا ريت يعني ايه ما تكسبوش مننا، لان دي حاجه مش للجيش، دي حاجه لشباب مصر. وفعلا يعني خلى هامش ربح ما فيش يعني. بعد كده قال له طب وبالنسبه لقطع الغيار، يعني شوف الراجل بيتكلم في ايه. فاهم. يعني انا وزير دفاع، خلي بالك، يعني انا يعني كوزير دفاع يخش في دقائق الامور دي وبيعاوز يقلل السعر بتاع البامب اللي هتتعمل بيها العماير دي للشباب المصري. يعني مش سايب حاجه. وده مش تطبيل على فكره، انا بتكلم على واقع مش على دمع ولا صوت ولا بتاع. وقت التطبيل مش هينفع، مش تطبيل، البلد مش محتاجه. انا بتكلم على راجل بيعمل ايه. قائد المدرعات تقريبا، لا قائد المشاة، هقول لك تقريبا اللواء ابراهيم راوي، ده كان مدير سلاح المشاة. بيقول لي المشير يعني من كتر ما كل شويه يقول لي وريني الابواب اللي بتعملوها، الابواب بتاعت الشقق 7 مرات. شوف الابواب باب الخشب، لا ده رفيع، لا ده كذا، لا ده كذا، لا يكون امن من كده. شوف الراجل مهتم بايه. ده احنا هنشتغل بقى بجد من الفجر بجد. بجد يعني الواحد بيهتم. بيقلل السعر وانتوا سبتوا كتير، يعني اصبروا شويه يعني. يعني الشعب يعني ادي للشعب شويه. رجال الاعمال بقى وبتاع. رجال الاعمال. الابواب الخشب دي 7 مرات تتشاف من وزير دفاع، اللي هو اصلا ما عنديش وقت يهرش يعني كوزير دفاع يعني. فانا بقول الحمد لله اختيار صائب، والحمد لله ربنا يسهل ويعني املنا كبير في ربنا ثم في المشير السيسي. طيب الاجهزه الامنيه مستعده لمواجهه اي رد فعل من الجماعات الارهابيه بعد تنصيب المشير؟ يقينا. يمكن النهارده انا قبل ما اخش مع حضرتك هنا انا كنت اتصلت بمعالي وزير الداخليه عشان اعرف ايه اللي حصل النهارده بس من الجماعات الاخوانيه. قال لك تجمعات صلاه جمعه في الفيوم واسيوط واسكندريه والجيزه والمرج. طالب من منشيه ناصر كان راكب موتوسيكل انفجرت فيه عبوه. ده طالب في جامعه الازهر. فتشوا بيته لقوا عنده 7 عبوات. فتشوا بيته وبيت صاحب الورشه اللي شغال فيها. بس العبوات المولوتوف اللي هو عنده بقى المره دي عبوات مبتكره شويه. حاطط فيها مواد لاصقه اللي هي ورنيش وشمع. عشان لما تنضرب على عربيه او على بني ادم تستمر الاشتعال لفتره طويله. شايف بقى ده تطوير الابتكار. 13 عبوه في بيته و8 في بيت صاحب الورشه اللي شغال فيها. اصيب 2 مجندين في شارع السودان في الجيزه،
و2 من الاهالي برش خرطوش. وفي شارع المطار في امبابه مشاحنات بين الاخوان والاهالي، والشرطه تدخلت وفضت. النهارده تم ضبط 9 في الفيوم، 30 في اسكندريه، 2 في اسيوط، 14 في القاهره. حوالي 52 واحد. اجمالي 55 اخواني 59 ولا 55؟ 55. لا الشرطه شغاله. يعني طيب احنا مستعدين بقى برضه في حاجات اللي جاي، اكيد هم هيصعدوا من عملياتهم أكيد. لا محمد بيه عاوز اقول لك على حاجه، هي اللي كانوا بيدعموهم من الارهابيين اللي من سينا ومن هنا ومن هنا بيهربوا خلاص. المساله وضحت يعني، بعد ما اسماعيل هنيه بيحاول يتقدم باختياره يعني لابو مازن، وان هم عايزين يصطلحوا وعايزين كلام زي كده، اللي قاعد فيه المرحوم اللواء عمرو سليمان سنين يخلصوا وما خلصوش. هم بيخلصوه النهارده لانه شافوا ان خلاص يعني المساله مع الاخوان خلاص يعني جابت اخرها. يعني مش هيحاولوا يحرجوا الرئيس السيسي امام الشعب؟ لا، هو تحالف دعم الشرعيه النهارده كان طلع بيان بيطالب بمظاهرات طوال الاسبوع، وانصار بيت المقدس برضو كانت هددت النهارده باستمراريه المشير السيسي في الحكم انهم مش هيسيبوه. يعني شوف مين بيتكلم. شوف مين بيتكلم، الناس اللي مصر من 48 بتنتحر علشانهم. انا بتكلم على الفلسطينيين انصار بيت المقدس دول، فاهمني؟ هي انصار بيت المقدس فلسطينيه كلها 3/4 فلسطينيين طبعا، والربع الباقي مصريين. لا في من ده من جميع دول العالم، وبيقولوا منتمي ليها معظمهم من الاخوان من جميع. ما هو طبعا ما هو حضرتك ما تقولش بيت مقدس بقى وانصار كذا وانصار كذا، لا ما هي الاخوان هي البص، وينخرج يجي من تحتها كل اللي يجي بقى مش مشكله. النهارده تحالف دعم الشرعيه برضو بتقول انها هتعمل مظاهرات طول الاسبوع، وبرضو يعني عشان يكون معلوم تحالف دعم الشرعيه دي آل عزام، طارق عزام، حاتم عزام. حاتم عزام ده بتاع حزب الوسط، حزب اللي الوسط هو اللي هارب في قطر. وفيهم واحد كان شغال في قناه الجزيره، ايمن عزام. ايمن عزام، ما هو اخوه باين. وكل دول يبقوا قرايب مين؟ ولاد خاله مين؟ ايمن عزام، ايمن الظواهري. ايمن الظواهري تنظيم يعني جدا. دول تنظيم القاعده بالفطره يعني، تنظيم القاعده، بس تنظيم القاعده ارهابيين بالفطره يعني بالظبط كده. هم دول آل عزام، لانه سالم عزام رئيس المجلس الاسلامي الاوروبي ده خال ايمن عزام، ايمن الظواهري. خال ايمن الظواهري لازم يعني سالم عزام. فهي المساله كلها تحالف دعم الشرعيه ده انا بقول ايكوال تنظيم القاعده. تنظيم القاعده. طيب النهارده احنا بنشوف حتى الان سقوط شهداء من الشرطه. النهارده رقيب شرطه اثناء الانتخابات المستشار ما شاء الله محمد خيري ما شاء الله، والرائد احمد خشبه من قوه مرور القليوبيه. الراجل كان مصاب، اتضرب بالنار من مسجلين خطر و6، ومع ذلك الراجل خد اوراق الانتخابات وراح سلمها وهو مصاب. طبعا دي كل الشكر كل الشكر كل الشكر للمستشار محمد خيري والرائد احمد خشبه اللي كان بيرافقه في سياره المستشار نفسه. كانت الصناديق وراه في عربيه تانية مع الموظفين بتوع اللجان. والراجل اصر. اللقطه دي كانت في قريه السد في طنان في مركز اليوب. والراجل اصر هم كانوا جايين من شبين القناطر. من شبين القناطر. فعاوز اقول انه هو ده القضاء المصري اللي راحوا حصروه. لو حضرتك تذكر طبعا في المحكمه الدستوريه العليا طبعا، وقعدوا هناك بس، محاصرينه، وفي مجلس الدوله، وفي مجلس الدوله وفي اكتر من مكان، وفي عند دار القضاء العالي. ده القضاء المصري. المستشار محمد خيري ده هو القضاء المصري، والرائد احمد خشبه ده هي دي الشرطه نموذج والعلم حضرتك ده رائد في الاداره عمل مرور، يعني لا مباحث جنائيه ولا امن دوله ولا حاجه، انما تطوع وضرب 3 طلقات اصاب واحد فيهم في مقابل مفتوح عليه ضرب بالآلي قد كده. عربيه فان 6 ملثمين ب6 بنادق آلي. ضابط رائد يتعامل معاهم، اظن ما فيش روح قتاليه ولا روح يعني اكتر من كده. طيب سياده اللواء، وزاره الداخليه تسليحها هل تطور؟ هل التسليح يواكب التسليحات العالميه في ظل ما تشهده البلاد من الارهاب؟ اوباما بيتكلم، سمعناه من كام يوم اول امبارح بدات ان المؤشرات تطلع بتاعه المشير السيسي. لقينا اوباما طالع لاول مره يتكلم بيقول لك ان امريكا هتتعامل وستظل تتعامل مع الحكومه الجديده، وان كمان هتتعاون معاها في هتستمر التعامل في محاربه الارهاب. اوباما النهارده صرح بان علاقتنا بمصر تعتمد على احترام اتفاقيه السلام مع اسرائيل.
ده بيتكلم بقى، بيقول له النبي بقى كده كده خايف على اتفاقيه السلام مع اسرائيل. علاقتنا بمصر يعني ضربة ستعتمد على علاقه احترام. مصالح بقى دلوقتي، دي لغه بالظبط المصالح. كده، بالظبط كده. مم. وبعدين خلي بالك ان هو اشاد بالشروط التي وضعها اوباما في الاول، لان هي خريطه الطريق للاستفتاء على الدستور، انتخابات رئاسيه، انتخابات برلمانيه. حصل تلتين الخريطه دي اتنفذت خلاص. ما ناقصناش غير الانتخابات البرلمانيه. فاحنا ماشيين من غير ما يقول اوباما الكلام ده، يعني من غير ما يقول اوباما احنا ماشيين عليه اصلا، احنا بره عبايتهم خلاص خالص. فانما ومع ذلك انا بقول ان احنا والله يعني بنمد ايدنا لاي حد عاوز يتعاون معانا، اهلا وسهلا. امريكا تتعاون معانا، انجلترا تتعاون معانا، اهلا وسهلا بالجميع، بلغه المصالح مش بلغه التبعيه. بلغه المصالح طبعا. صحيح. طيب سياده اللواء، منطقه شمال سيناء ومحافظه شمال سيناء، يعني هذا الجزء الغالي على قلوبنا جميعا، رغم كل المواجهات العسكريه بين الدوله وبين فلول الارهاب هناك، لان فاجئتنا محافظه شمال سيناء، اهالينا في شمال سيناء فاجئونا بنسبه تصويت وصلت 40%. وانت خبير امني، كيف تقرا ذلك؟ ومحافظ سابق كمان يعني، كيف تقرا ذلك؟ شمال سيناء من ابدع ومن اجمل المناطق اللي موجوده في مصر العربيه. رفح والعريش والانطره وغزه وخان يونس، انا عشت فيها فتره من حياتي. انا والدي الله يرحمه كان ضابط جيش، فكنا متنقلين معاه دايما. انت عارف حياه ضابط الجيش يعني، ضابط الجيش وضابط الشرطه وضابط الشرطه. ف من بقعه من اجمل بقاع الدنيا. شمال وجنوب سيناء برضه، يعني سيناء بصفه عامه يعني هي من اجمل بقاع الدنيا، وناسها من اروع الناس اللي في الدنيا. يعني فده انا مش مستغرب. انا لست يعني مفيش اي استغراب خالص. وبعدين خلي بالك انه اربط ده بقى بحاجه. اتفضل. اربط ده بحاجه مهمه. مقتل شادي المنيعي بتاع انصار بيت المقدس، أيوة. على يد اهالي من شمال سيناء قبل الانتخابات بيومين. تقدر تعمل لي ربط ازاي ما بين ده؟ عاوز اقول ان ده كان بالنسبه لهم جرثومه. معلش، ده خلي بالك ده اهالي شمال سيناء. معلش ليه؟ ويمكن اقول ده من ناس من قبيلته، لان هو كان قتل شيخ قبيله هناك من السواركه او من المناعيه، مش فاكر. بس قتل شيخ قبيله وابنه. فاولاده الاثنين ردوا عليه التانيين، ما مش هيسيبوه، ما انت قتلت ابويا. فده طبيعي يعني، والحمد لله يعني انه. العمليات في سيناء عامله ايه دلوقتي يا فندم؟ لا ما شاء الله هل الجيش اقتربت على الانتهاء وهناخدها متوضيه زي ما اللواء احمد وصفي قال؟ ان شاء الله ان شاء الله. طبعا ده راجل فايتر برضه. ده راجل فايتر. والاكثر فيطره منه الشعب المصري، خلي بالك. يعني عشان في ظل الاجواء اللي انا بقول لحضرتك عليها دي والقاء عبوات ناسفه، انا عامل لك حصر باللي حصل. طب يا ريت يا فندم. يعني هم حاولوا يروعوا الناس ما ينزلوش اللجان، خلي بالك يعني. بس انا كلمت سيد وزير الداخليه يمكن قبل ما اخش على طول، قال لك زرع عبوات ناسفه بالقرب من اللجان وقطع الطرق. عسر بقى في حاجات ما بيعلنش عنها طبعا. هو اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الوزاره كان معايا في بدايه اليوم، في بدايه الحلقه. تمام. قال لي احنا اعلنا عن 1% فقط. صح. عن ما تم ضبطه والتعامل معاه. وده كلام السيد وزير معايا. ده نفس الكلام برضه، انه بيقول لك ابطلنا مفعول قنابل عبوات ناسفه في الدقهليه، في اسوان، في دمياط، في الجيزه، في اسكندريه، في الشرقيه، في الفيوم، في المنيا. ده ما سابوش ده اثناء الانتخابات. القاء عبوات ناسفه على بعض المقار من الاسوار الخلفيه في منطقه المساحه في الهرم، وفي مدرسه في المحله. انفجرت، هي عبوات محليه. في دلجة محاولات اشعال اطلاق نار. في دلجة اطلاق نار. وتم ضبط 3 عناصر. قطع الطرق برضو بيتحركوا عشان يقطعوا الطرق ويعملوا عاوز اقول ايه، التصرفات مع في الجو المخيف ده الشعب المصري ينزل. تخيل بالقوه دي. وبعدين انا كلمت يمكن قبل ما اجي اخش حضرتك برضو اللواء صلاح زياده محافظ المنيا. محافظ المنيا اداني رقم غريب قوي، وانا بيقول لي ده الاول مره اول مره في المنيا ان حاجز المليون انكسر. 1,009,000 صوت نزلوا بنسبه 35%. انا عايز اعلى نسبه في الصعيد يا محمد بيه في المنيا. لا اعلى نسبه في الاقصر 39، يليها الفيوم. ما انا ده اللي انا عايز اروح ليه بقى. احنا بنتكلم النهارده عن يليها بني سويف. بنتكلم عن مجموعه محافظات معينه، بني سويف، المنيا، الفيوم.
يعني الثلاث محافظات دول تحديدا هم دول كانوا الثلاث محافظات اللي كان فيهم حرق كنايس اعلى ودول نسب عبادة تخريب وسرقة. حصلت اه في اعلى نسب تخريب المنيا. حصلت من اخوان المسلمين. دي اقصى اصوات نزلت في الانتخابات. انا عايز اقول لما بني سويف تجيب لي 38% و35 زي ما حضرتك بتقول في المنيا، في المنيا وايضا الفيوم حوالي 32% اللي كانوا بيقولوا عنها عاصمه الاخوان. الفيوم اللي ادت محمد مرسي 900,000 صوت وادت في مقابلهم 150,000 للمرشح احمد شفيق ايامها. بتقرا ده ازاي؟ الشعب ما يتعاندش. مم. يعني انا معلش، انا ما كلمتش حد غير اللي هو صلاح زياده. لا لكن انا بديك بيانات من واقع اللي هو صلاح النتائج. بيقول لي على النسبه دي، طبعا دي معلنه مش سر، يعني الكلام ده ماليش سر يعني، انما هو نبهني الى انه اعلى نسبه تخريب حصلت كانت في المنيا. والنسبه دي ان الشعب نفسه عاوز يقول ان انا لا، يعني انا مش خايف منك. لو الغريب نزلوا يحتفلوا في اول ليله في اليوم الثالث لما بدات النتائج تطلع. ده في مصر كلها يا فندم. لا انا بتكلم عن المنيا، انا بتكلم عن محافظات لها حالات خاصه. والمنيا نزلوا احتفلوا في الشوارع وفي الميادين. لان برضو انا بقول لحضرتك هي فيها اللواء اسامه تولي برضو مدير الامن. ده من اسود شاطر. من اسود امن الدوله. ويا ريت برضه يا محمد بيه نفكر في تسميه امن الدوله دي. انا قلتها كتير. نرجع عليها تاني؟ يا ريت. مساله هي اصلا مش بالتسميه يا سياده معلش، مش بالتسميه، بس طالما الاخوان جابوها يا ريت انا مش همشي معاها. هي مش بالتسميه، هي بالتعامل. هو لو بقت امن الدوله او الامن الوطني، المهم ان التعامل يكون تعامل جيد والعقيده تكون متغيره. وكلنا عرفنا دور جهاز مباحث امن الدوله او الامن الوطني خلال السنه اللي فاتت ده كان عامل ازاي. طبعا احبط مخططات كبيره جدا. دور الداخليه كلها الحقيقه يعني. بالظبط كده. هو في نغمه دلوقتي او في موجه ماشيه انه البلد عاوزه ترجع عود الدوله البوليسيه. الاخوان بيشيعوها وبيشيروها في كل هم بقى بيصدروا بقى حاجات جديده. عود الدوله البوليسيه، وان ضباط البوليس دول يعني ناس مفترين وناس كذا وناس كذا وناس كذا من اولها كده عشان تكره الناس. انما المصري اليوم امبارح نشر خبر غريب قوي اهو قدامي: الاهالي يسحلون 6 من الاخوان في الدهاليه والامن ينقذهم. ده تطور غريب، ده خبر لزميلتنا غاده عبد الحافظ مراسله المصري اليوم في الدهاليه يعني. حضرتك قريتها؟ في الصفحه الاولى. الشرطه بتتدخل عشان تنقذ الاخوان من ايد الشعب، من الاهالي. واعتقد ان كان بقيه الخبر انه لقوا معاهم عربيه سوزوكي فيها مولوتوف وعلامات رابعه وصور هو كان الكلام ده في قريه تفاهنا الاشراف التابعه لمركز 100 غمر. 6 من جماعه الاخوان حاولوا تعطيل اللجنه الانتخابيه بالقريه اثناء الانتخابات، وادعوا ان هم من الوافدين. الاهالي قاموا بالقبض عليهم وكتفوهم من ايديهم ورجليهم. يعني الاهالي الاهالي وسحلوهم على الارض يعني وضربوهم ومثلوا بيهم. وكان بيفتشوا عربيتهم لقوا فيها زجاجات مولوتوف واسلحه وبتاع، وجات الشرطه هي ورابعه. علامات رابعه والكلام ده. علامات رابعه. طيب يعني النهارده لما الشرطه اللي بتنقذ وكان في عربيه سوزوكي بانتظارهم، عربيه تانية بالقرب من اللجنه ومليانه برضه زجاجات مولوتوف وصور محمد مرسي ومنشورات ضد الجيش والشرطه. دلالتها ايه؟ دي دوله القانون اللي احنا بننادي بيها. النهارده الشرطه ما ميزتش ده راجل اخواني ده راجل كذا، بس هيقتلوهم الناس، هيموتوهم لانه موتوا في الناس في المنصوره. انت زي ما حضرتك ذكرت بقى، انا كنت محافظ المنصوره. محافظ دهليه. محافظ دهليه بقى، انا اسف، محافظ الدهليه. وفي المنصوره ما زال الناس على اتصال بيا حتى الان. المنصوره برضو خلي بالك يعني، وعايش معاهم تقريبا يعني. الناس هناك خلي بالك، المنصوره دي بلد الدهليه، بلد الفكر. ام كلثوم يا فندم من الدقهليه. معظم فنانين وقاده الراي من هناك. الشيخ متولي الشعراوي من كل رؤساء تحرير الجرائد معظمهم من الدقهليه يعني. انا بتكلم على انا بتكلم على الناس يعني العالميه. انا بتكلم على الشيخ محمد متولي الشعراوي. ايوه. بتكلم على ام كلثوم من دقدوس. يعني الدقهليه دي فيها ناس مش بالتفاهه اللي الناس فاكراها، انه يقتل ويضرب وبتاعهم قفشوهم والبوليس هو اللي نجاهم منهم. دي الشرطه المصريه. طيب سياده اللواء، حضور المرأة في انتخابات الرئاسة ما خافتش من تفجيرات ولا خافت من قنابل، مع ان يعني كنا يعني في البداية الصبح على الناس صحت من النوم اقول لك لقينا قنبلة جنب مدرسة في الفيوم. ومع ذلك ستات مصر نزلوا بكثافة عالية جدا. بكثافة عالية جدا. وكانت السيدة المصرية هي الحصان الأسود في هذه الانتخابات. صح. هو ده يا ريتها نزلت لوحدها كمان. ما خافتش.
ده جابت ولادها. جابت ولادها وجوزها وجيرانها ويمكن برضو كلام المشير السيسي كان له يعني كان مركز قوي على السيدة المصرية، مركز قوي قوي. قاريها ادالهم دفعه جامده قوي. وبس انا في نقطه يا محمد بيه معلش بمناسبه الانتخابات يعني. كان زميل من الزملاء قاعد معايا امبارح في النادي، هو مهندس اتصالات، بيقول لي موضوع الوافدين مش الوافدين ده. انت معاك كارت فيزا طبعا، فيزا كارت ده اللي بتصرف منه فلوس من البنك. طيب انت لو صرفت لو صرفت من اسوان هيتخصموا من الحساب الرئيسي اللي في القاهره. فاهم قصدي؟ فاهم قصدي. طب ما نعمل الكارت القومي. الكارت القومي ده يتعمل انت وافد ولا مش وافد؟ كارت انتخابي لكل مواطن. كارت في اي حته بتروح بيه، بس خلي بالك عليه صورتك عشان ما يروحش ايه صحيح يتباع. لا يروح حد تاني يخش يصوت لي، يروح حد تاني. فاهمني ولا مش فاهمني؟ لا ما هيكون برضو الكارت ده مقترن ببطاقه الرقم القومي كمان. ما هو الرقم قومي. لا يعني كمان يكون معايا البطاقه الشخصيه كمان مع الكارت. هو الرقم القومي نفسه، ما تعبش نفسي انا. هي عاوزه طبعا ناس بتوع اتصالات، مش انا اللي عاملها. انا مش فني ولا انت فني معلش، بس هي عاوزه فكره ان تتعمل ببطاقه الرقم القومي بالصوره موجوده، واخش في اي لجنه من اللجان انتخب. مفيش لا وافدين وغير وافدين. يقال ان خيرت الشاطر بنته النهارده مثلا عامله تصريحات ضد المشير طبعا، وانه سيهوى وانه همان والكلام ده. طب لما افتح سيسي مع حفظ الالقاب، الرئيس افتح سيسي همان، طب خيرت الشاطر يبقى ايه اللي كان قاعد على طول في امن الدوله، على طول قاعد في مكتب اللواء منصور العسوي وزير الداخليه الاسبق؟ هي انا هقول لحضرتك على واقعه حصلت معايا. وخيرت الشاطر شخصيا يعني كان في مكتب منصور بيه العسوي. وكان وزير داخليه وانا مساعد وزير الامن. ودخلت لقيت الاخ خيرت قاعد، فمنصور بيه بيقدمني له بيقول لي يا محسن حفظي اهلا وسهلا. قعدت فسالته سؤال واحد بس. قلت له ده بعد 25 يناير. طبعا بعد 25 يناير. بعد جم بقى خلاص بشهور جم. يعني الكلام ده كان في شهر ابريل. ما انا بقول لحضرتك بشهور. مارس ابريل 2011 بعد الاستفتاء الدستوري. فقلت له يا باشمهندس يعني ايه اخوان مسلمين؟ فبص لي كده نظره استغرابيه على يعني ازاي اساله سؤال زي ده يعني. قلت له لا انا عاوز اعرف يعني اخوان مسلمين. فقال لي على حديث انه اخر الزمان تنقسم امتي الى كذا شعبه، احداهما الشعبه الناجيه اللي هو ايه احنا. قلت له في حديث تاني برضه الشعبه الناجيه هم اللهم قوي الايمان. فقلت له في حديث تاني بيقول لا تجمع امتي على ضلاله. انتوا عددكم المسجل عندنا 400000. الاخوان المسلمين 2011 وعيالهم كله المسجل عندنا 400000. خلاص، فمنين تكونوا انتوا الشعبه الناجيه؟ طيب حديث ضعيف قد يكون. انا بقول خلي بالك مش هو اللي بيقول. قلت له ما بالك في القران اللي بيقول وان تفرقوا وتشيعوا فلست منهم في شيء. ده قران، ده مش حديث. ده قران. وان تفرقوا وتشيعوا ده امر سيدنا محمد لست منهم في شيء. يعني مش مطلوب من المسلمين يتفرقوا. ابقى انا جهادي وسعادتك اخواني والبي شيعي، ما ينفعش الكلام ده. فرد عليا رد كده على طول بسرعه كده، اهو كل الحكام بيتكلموا زيك. الحكام مالهم من القصه دي؟ ده فكر الاخوان المسلمين. ان يا تمشي معاهم يا يبقى انت كده الحكام بيتكلموا زيك. لا رد عليا بالقران. انا بتكلم من قران مش من حديث. لان الحديث ممكن يقول لك ضعيف او مش ده حديث احاد، ده الكلام اللي بيقولوه ده. انما انا بتكلم بالقران، رد عليا بالقران. مفيش رد. جهزتوا لنا يا جماعه بشره خير عشان هنقفل بيها نختم بيها البرنامج. طب احنا قدامنا دقايق يعني ونختم طيب يلا جهزوا لنا عشان نختم بيها البرنامج. سياده اللواء، افراح شديده وكبيره في كل ميادين مصر واحتفالات بمناسبه نجاح الرجل المشير السيسي. وانا بقول الراجل وهنا بحط تحتيها 100 خط لان هو فعلا راجل بجد. وراجل ملوش حزب بيدعمه ولا بيأيده ولا يدين لأحد في مصر إلا للناخب المصري، الشعب المصري. العصا السحرية. هو اللي صحيح قال لك العصا السحرية بتاعتي انتوا. صحيح. بعض الناس بتتكلم في احنا مش عايزين نصنع ديكتاتور جديد ومش عايزين يعني نخلق يعني واحد تاني، يعني مبارك تاني مثلا تمام. او ديكتاتور. ممكن في يوم من الايام يعني نصل لهذا الشكل الذي يتخوف منه البعض القليل جدا
الرد نقطتين. مم. النقطه الاولى انه اللي ينفي هذا الكلام ويدحضه تماما ان الدستور الجديد مده الرئاسه 2 مم. ورا بعض مم. وخلاص والموضوع انتهى. اذا كان يعني ممكن المده الثانيه ما ياخدهاش، مم. انما الدستور الجديد حسمها. مرتين. ما عادش فيه عمليه مدى الحياه دي، مش هتحصل تاني. مم. الحاجه الثانيه دوله القانون. مم. انا ببحث عن دوله القانون، واعتقد ان المشير السيسي قادر مم. على انه يصير دوله القانون. يعني ضابط الشرطه اللي كان مكروه ده النهارده اتحب ليه؟ عشان ينحاز للمواطن وبدا يغير في عقيدته، وفي ناس لسه مش حباه. وبدا يبقى شرطه الشعب. شرطه الشعب، برافو عليك. يطبق القانون على الشرطه وعلى الشعب في نفس الوقت. وانا خلي بالك القانون ده هو قيد على الشرطه. القانون قيد على الشرطه. يعني انا مش وقيد على هلاقي يا الشعب. سياده اللواء ضابط يدي مواطن على قفاه؟ مش هلاقي مواطن بيتعذب في اسم؟ لا مم؟ لا يا مش فندم. هلاقي واحد بيتقال له يا ابني كذا ولا يا ابني كذا ولا يا ابني كذا؟ محمد بيه للاسف الشديد اللي متاخد عن الشرطه. حضرتك دخلت لا انا اسم. بتكلم انا بتكلم على مواطن شريف محترم دخل ما اسم. حدش يقدر ينكر دور وزاره الداخليه من اول العسكري المجند لحد وزيرها تمام. في السنه اللي فاتت دي تحديدا ومن قبلها ايام حكم مرسي في اخر شهور شفناهم كانوا بيحاولوا يكونوا مع الشعب. لكن في تخوف، يعني لغى البعض نطمنهم. هو الاخوان المسلمين زي ما قلت لحضرتك بيشيروا دلوقتي حاجتين. طبعا انه هم خايفين يخشوا من عوده الدوله البوليسيه. ما هم بيصدروا المشهد ده بيصدروا المشهد ده. احنا بقى نرد على التصدير المشهد ده نقول ايه؟ غير صحيح هذا الكلام. وبعدين انا بقول لاي انسان محترم، اي انسان محترم من المشاهدين وانا قاعد معاك على الهوا اهوت يقول لي دخل اسمه وتهزق. انسان محترم، انا خلي بالك انا كلامي واضح. أيوه. انسان محترم. ما تجيبليش واحد قاتل واحد زي الست اللي هي مديره بنك مصر دي لما اتذبحت عندنا. كانت عند قدام جنينه الحيوانات بالظبط. وانتقلت مع هيعرفوا بيتك كده. نعم هيعرفوا بيتك كده الارهابيين. لا ده مش بيتي انا. مش أيوه. بيتي انا. طيب. لا وانا ساكن في التجمع مغروم عارفين بيتي. لا بيتي معروف يا فندم. طيب. مفيش مشاكل. لا يا باشا لا رد لقضاء الله. امال السيسي اللي منزل في اللجان ده ايه؟ طيب. وانا بتكلم على واحده. لا اذا نحن نتحدث عن رجل شرطه ينحاز الى الشعب وهو في طبعاً. خدمه الشعب طبعا. ولن يتعامل بعنف او بتجاوز الا مع المتجاوزين او المسجلين. والمواطن الشريف والصالح له كل الاحترام. انت بتقتل مواطن، بتذبح ست. وعاوزني يعني اجيبك اشربك نسكافيه ولا اعمل ايه؟ لا طيب انا عاوز اقول كده للمحكمه يتلف على رقبتك. انا عاوز اقول كده بقى. يعني انا واوصل الادله عشان يتلف واعدم فعلا. القاتل اعدم فعلا. مش سهله، مشوار مش سهل على ضباط البحث. اخر سؤال عندي، جهزتوا لنا يا جماعه الفيديو ولا لا؟ طيب يعني هنعرف نعرضه ولا ايه؟ لا احنا عايزين نذيعه دلوقتي. طيب خلاص احنا مستنيين. سيادة اللواء انا بتكلم النهارده عن استحقاق ديمقراطي قادم اللي هو الانتخابات البرلمانيه. مش هنلاقي بقى احزاب تلف حوالين الرئيس وتروح تجري والكلام ده علشان ويمكن قال كلمه ظريفه قوي المشير السيسي. بيقول لك اللي هيجي لي هاخد منه. خلاص سواء رجال اعمال او سياسيين. هاخد منه. طب هياخد ايه من يعني الطبل والزمر ده هياخد ايه من الحزب؟ انا كحزب سياسي هياخد مني ايه؟ اديني إيه؟ انت امكانياتك ايه؟ قدراتك ايه؟ هتعمل ايه؟ الدولة يعني. ايه برنامجك ايه؟ رغي كلام ولا هتديني حاجه؟ يعني انا استغربت موقف رجال الاعمال برضه. انا كنت عاوزهم يكونوا اشد من كده. انت عارف يا محمد بيه، وانا في الجيزه كنت مدير امن الجيزه. اتقسمت الجيزه واكتوبر، وانا قبليها كنت عاوز اعمل اسم اكتوبر اسم اول واسم تاني اكتوبر. لجأت الرجال الاعمال. فاحد رجال الاعمال وهو صاحب احدى القنوات الفضائيه يعني جالي المكتب. قال لي انا يعني عندي شغل في اكتوبر يعني. فطلباتك ايه؟ قلت له عاوز 3 عربيات. عربيه المأمور وعربيه النائب المأمور وعربيه رئيس مباحث. 3 عربيات اللي هم بيبقى معادين اسمها حاجه زي كده يعني. قدام وورا. ها اللي هي الدبل كابينه يعني. دبل كابينه بالظبط. او دبل كابينه بالظبط. دبل كابينه دي جاب لي 3 عربيات زيرو. واديتهم الوزاره. سلمهم لوزاره الداخليه. ايوه يا فندم. ايوه في ناس محترمه كتيره قوي. أيوة. انا محتاج اكتر من كده. انت بتقول لي الداخليه محتاجه لايه؟
محتاجه محتاجه يا فندم يعني انا اقف بطبنجه كظابط شرطه قدام واحد واقف بآلي؟ طب فين التكافؤ يعني؟ مسجل واقف بآلي او ارهابي واقف بآلي؟ الانتي بوليت فيست اللي موجود عند وزاره الداخليه المفروض خلي بالك، انا عاوز اجيب الانتي بوليت فيست الارقى، ده بيبقى درجات. في انتي بوليت فيست ضد 9 مللي، وفي انتي بوليت فيست ضد 762 بتاع الآلي. ده اللي انا عاوزه. انا عاوز انتي بوليت فيست. ده عايز فلوس هو كمان يا فندم. انا ظابط مره بيحكي لي بيقول لي بتكسف البس الانتي بوليت فيست. قلت له لاني معايا مجندين مش لابسينه. طيب الظابط مكسوف يلبسه. صحيح. يعني انا ابقى لابس يعني وانت مش لابس. فانا عاوز امكانيات. ده عاوز امكانيات. لان القميص الواقي اللي بيلبسه المجند طلقه الطبنجه ما تخترقوش، لكن طلقه الآلي تخترقه. طيب الطياره وهم بيستخدموا اسلحه حديثه. الطياره الخفاش دي خفاش دي من 82 واحنا بناخد فرقه مكافحه ارهاب في معسكر فورت ميد في ماريلاند في امريكا. شفناها لغايه النهارده ما عندناش. طيب عشان انا وقتي فعلا بينتهي خالص، او فعلا انتهى، وهاخد من زميلي احمد عبد العزيز الاعلام احمد عبد العزيز هناخد منه دقيقتين. سياده اللواء، انت شفتك على احدى الفضائيات بتطالب باعاده قانون الطوارئ مره ثانيه او اصدار قانون الارهاب. طوارئ ايه بس؟ الناس للاسف الشديد يعني في ناس من الرئاسه الناس ما صدقت ان الطوارئ تتشال يعني وطلعوا. لا انا ما قلتش طوارئ خالص. انا قلت قانون مكافحه الارهاب. مكافحه الارهاب. مكافحه الارهاب ده بيديني فرصه للاحتجاز 30 يوم. ده مش مطبق. ده انا ما عنديش في مصر احتجاز كده بدون اذن قضائي 30 يوم. بدون اذن قضائي. انا بتكلم على ارهابي. معلش الارهابي هو اسمعني يا فندم عشان انا مش بدافع عن الارهاب. انا بتكلم احنا عايزين دوله القانون. دوله القانون لما احتجز هاخد باذن نيابه بس ماشي، وممكن احتجزه بس باذن النيابه. طيب يا محمد بيه ده اسمه قانون مكافحه الارهاب. انا بحتجز بالقانون. انا بحتجز بالقانون مش بمزاجي. النهارده انا واحد لقيت عنده مثلا يعني ماسك كلاشينكوف وقتل ناس، خلاص قتلهم، الموضوع انتهى. عنده كلاشينكوفات تانية يا فندم. احنا فتشنا مره، عنده تشكيل، عنده خلايا يعرفها مرتبط بيها. فتشنا مره كان مش هذكر اسمه لانه تاجر خشب كبير. مغلق الخشب بتاعه كان في بولاق ابو العلا. مسكنا عنده فوق ال 30 بندقيه آلي. يا خبر ابيض. فوق ال 30 بندقيه آلي. عامل تسليح مغلق خشب. وطبعا تشكيل. انت عارف الخشب كبير قوي عشان تخش جوه الخشب وتفتش على بنادق الآلي، عمليه مش سهله طبعا. فمعلش انا بتكلم عن مكافحه ارهاب. مش بتكلم عن واحد. وده هيأمن الضابط وهيأمن الفرد وهيأمن رجل الشرطه انه يؤدي مهمته. الشهر ده وكمان مش هيطبق على المواطن الصالح. وبعدين انت ليك النهايه. انت ليك النهايه. يعني المحصله. ايمن الظاهري لما ارشدني عن مكان اختباء. ارشد سيادتك. ارشدني عن مكان اختباء عصام القمري الله يرحمه. وكان برضه نبيل نعيم معاه. نبيل نعيم المحترم انا بحبه دلوقتي. انما كان ساعتها مجرم يعني. كان مجرم ايامها كان راجل يعني من يا باشا ده هارون قنابل. ده فوق ال 100 قنبله. معلش ونبيل يقول لك يعني انا مش ورحنا لما ارشدنا عن المكان بتاع الورشه في الدويقه بتاعه محمد برحيم الشرقاوي. اديت له براءه وعدته البراءه واديت له براءه. وخد براءه ايمن الظاهري خلي بالك يعني. اخد براءه فاهمني. مكافحه الارهاب انا مش هجيبها في يوم وليله. مش في ثانيه كده هقول له اتكلم هيتكلم. لا لازم برضو بعرض عليه عروض وبنتفق اتفاقات مش كده. فاديني الوقت. وانا بطبق قانون مطبق في امريكا، مطبق في المانيا، مطبق في فرنسا، مطبق في ايطاليا، مطبق في اسبانيا. مش حاجه عجب يعني. واللي بيطالبوا بالغاء قانون التظاهر، تنظيم حق التظاهر. تنظيم حق التظاهر الناس بتطالب بيه. لا هو هقول لحضرتك والشباب تحديدا متضايقين. اختصرها لك. في حاجه اسمها فرض سيطره. فرض سيطره في الجنائي يعني واد فتوه في الحته. هو اللي يعني لما تعمل حاجه لما تستاذنه. النهارده لما تمشي حضرتك في الشارع وانا جاي لحضرتك دلوقتي لقيت عربيه ملاكي ماشيه واللوحه اللي كلها متفيمه طبعا. حاطط لوحه معدنيه الخلفيه كاتب عليها ايه؟ نمبر از بيزي. طب وده كلام؟ مش ينفعش. ده لو فرضنا صدم واحد في الشارع بالعربيه وموته هيمشي خلاص والموضوع انتهى. نمبر از بيزي ده المطلوب. المطلوب فرض سيطره. المطلوب ان الناس دي يعني يفرضوا سيطرتهم بشكل على احنا اتخانقنا يا محمد بيه معلش. الشعب المصري اتخانق يا فندم. اقسم بالله كنا بنقعد في النادي اقسم بالله زي ما كنا قاعدين في عزا. اللي جاي يقول لك بقى في حياتك وفي بيوتنا كمان وفي بيوتنا وفي كل حته. كفايه كده. انا عاوز اقول مكافحه الارهاب ده بيطبق على الارهابي. ده ما يزعلش حد. ما يزعلش حد. ملوش داخل بالمواطن. اهلا وسهلا بالديمقراطيه. طب امريكا ما عندهاش ديمقراطيه؟ ما هم مطبقين مكافحه الارهاب.
المانيا ما عندهاش ديمقراطيه، مم. عندهم طبيعه مكافحه الارهاب. اشكرك السيد اللواء محسن حفظ، شكرا يا محافظ محمد بيه. البقاليه شكرا. الاسبق والخبير الامن والاستراتيجي. احنا جاهزين يا استاذ شادي ما... طيب مشاهدينا الكرام، انا هسيبكم مع فيديو ل زملائنا في قناة اونست وبعض زملائنا المذيعين الاعلاميين والمهندسين الصوت والفنيين، واحنا بنشغل اغنية بشرة خير او كانت شغاله في قبل ما نبدا البرنامج على طول. لقيت كل القناه بترقص فوق وتحت، في خلف الكاميرات الاعداد، بدل ما هو قاعد بيجهز لي المداخلات قاعد بيرقص، وطلعت عليهم اتفاجئت ان هم بيرقصوا وبيصوروا بعض، وكل زمايلنا بيرقصوا. نزلوا لي هنا الاستوديو بعديها بشويه قعدوا وشغلوا الاغنيه برضو، ما قدرتش امسك نفسي، قلت سيسي وتحيا مصر. قبل زميلي احمد عبد العزيز ما يكون معاكم بعد قليل هنعرض عليكم هذا الفيديو، واعتقد كمان هيكون في زميلي احمد عبد العزيز وهو احد الاعلاميين الذين قهروا الاخوان اثناء حكمهم. هسيبكم مع احمد عبد العزيز، هتسمعوا منه كلام محترم جدا بعد الفاصل، واسيبكم على كل خير، والقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله، وتحيا مصر.